سودة بنت زمعة. كانت سودة رضي الله عنها من السابقات إلى الإسلام. تزوجت برجل من المؤمنين المهاجرين إلى الحبشة، لكنه توفي هناك، فتركت دار الغربة وعادت إلى مكة أرملة كبيرة في السن، تحمل في قلبها الحزن، ومعها 5 من أبنائها. في ذلك الزمن القاسي لم يكن للمرأة الأرملة في مكة سند يحميها من بطش قريش وظلمهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بها، فعرض عليها الزواج تكريما لها وحماية لها ولأولادها، فوافقت واستبشرت. وهل تنال امرأة شرف الزواج بخير خلق الله وأكرمهم خلقا ودينا؟